عباد الله، إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. ليس من النصيحة لولي الأمر الخروج عليه بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات. هذه البهيمية، هذه فكرة شيطانية، هذه تفرق، تسبب النزاع، تسبب القتال، تسبب السلب والنهب، تسبب ضياع الأعراض، تخرب البلاد. ليس من النصيحة أننا نتكلم في المجالس، ليس من النصيحة، أو نتكلم على المنابر بسب ولي الأمر، ليس من النصيحة، وإشاعة الأخطاء، ليس من النصيحة، أو في الأشرطة، ليس من النصيحة، أو في الإنترنت، ليس هذا من نصيحة ولي الأمر. فكيف تكون النصيحة إذن؟ تبلغ إليه شفهيا أو كتابيا، ولا تذاع ولا تظهر أمام الناس. من نصيحة ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والاستقامة والتوفيق للقيام بما ولاه الله. وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين.